المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: الوفد الإريتري على المستوى يختتم زيارته إلى الصومال. جهود للوقاية من العمى في شمال البحر الأحمر. وضع خطط لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية بالباشبركة. مقتل العشرات في هجمات بأفغانستان. فقدان 11 شخص جراء الفيضانات وسط الهند. وكندا تمنع استخدام مبيدات حشرية في الزراعة. أهلا بكم مشاهدينا. اختتم وفد إريتريا على المستوى المكون من معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس السياسي أفورقي السيد يمان قبرآب اختتم زيارته الرسمية إلى الجمهورية الصومالية، والتي استغرقت 3 أيام من 13 وحتى 15 من أغسطس الجاري. والتقى وفد إريتريا على المستوى في زيارته الرسمية برئيس جمهورية الصومال السيد محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء السيد حسن علي خيري والمتحدث باسم البرلمان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد أحمد عيسى عواد وغيرهم من المسؤولين الصوماليين، وبحث معهم العلاقات الثنائية وتطوراتها، بالإضافة إلى تطور عملية تنفيذ إعلان أسمرة فيما يخص العلاقات الأخوية والتعاون العام وأولويات عملية التنفيذ والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما زار وفد إريتريا المناطق السياحية والاقتصادية في سواحل العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق المهمة الأخرى. ونظم عمدة العاصمة الصومالية مقديشو مأدبة على شرف الوفد تخللتها رقصات شعبية وفلكلورية صومالية. في غضون ذلك قدم الرئيس الصومالي السيد محمد عبد الله محمد دعوة رسمية لفخامة الرئيس السياسي أفورقي لزيارة الجمهورية الصومالية. الجدير بالذكر بأن رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله محمد كان قد قام بزيارة عمل رسمية إلى إريتريا في الفترة من 28 وحتى 30 من يوليو المنصرم بدعوة من فخامة الرئيس السياسي أفورقي. أعلن مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر إجراء عمليات جراحية ناجحة لزرقة العيون لأكثر من 3856 مواطن، وتوزيع نظارات طبية لأكثر من 6353 آخرين بالتعاون مع شركائه خلال ال5 سنوات الماضية. صرح مسؤول الوقاية من الأمراض غير المعدية في مكتب وزارة الصحة في الإقليم السيد فسهية قرقيس لوكالة الأنباء بأن خدمات صحة العيون الجارية في مستشفيات مصوعة وقندع وأفعبت وعيادات العيون مع كامل معداتها والكادر الصحي في إطار البرنامج الوطني الموضوع للوقاية من العمى ظلت تلعب دورا إيجابيا في تخفيض أعداد المكفوفين الذين كانوا عبئا على الآخرين. وأوضح السيد فسهية انخفاض مرض التراكوما الذي يعد السبب الرئيسي للإصابة بالعمى في مديرية نافا بنسبة 2% من 10% في إطار حملات التطعيم الجارية للسيطرة على المرض، فيما انخفض بنسبة 5.2% في مديرية شعب ونسبة 5.4% في مدينة مصوع ونسبة 5.6% في مدينة قندع و6.7% في أفعوات. وظلت تجري جهود ومساعي فعالة لخفض نسبة التراكم إلى تحت 2%. وقال السيد فسهية أن توفير كادر صحي مؤهل من أبناء الوطن لعلاج العيون عاما إثر عاما آخر ظل يلعب دورا كبيرا في إنجاز البرامج الجارية بفعالية. وأشار إلى بلوغ حملة إجراء عمليات جراحة زرقة العيون مرة في السنة إلى مرحلة متقدمة بفضل التطور الجاري في قدرات الكادر الصحي المؤهل، كما أنه تجري معالجة المصابين بمرض التراكوما وتوزيع النظارات الطبية بعد عمليات البحث وحملات التوعية المنتظمة في المدارس للتعرف على المديريات التي ينتشر فيها مرض التراكوما بكثافة، موضحا المساعي الجارية لتقديم الخدمات في أقرب مؤسسة صحية تخفيفا للمصاعب والتحديات التي كانت تواجه المرضى.
نظم الإريتريون والإثيوبيون المقيمون في ميلان الإيطالية مسيرة لتأييد عملية السلام بين البلدين. وبموجب المعلومات الواردة، أوضح المشاركون في المسيرة بأن السلام هو أساس متين للتطور المستدام، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم كل ما يطلب منهم لتفعيل تنفيذ اتفاقية السلام التي وقعها زعيما البلدين في العاصمة أسمرا. في غضون ذلك، التقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في دولة الكويت السيد سمعون تخلي سنبت بنائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السيد أحمد المشعل، وبحث معه العلاقات الثنائية. وذكر السيد سمعون في اللقاء بأن العلاقة الإريترية الكويتية بدأت إبان الكفاح المسلح، موضحا أنه سيعمل لتعزيز هذه العلاقة التاريخية إلى أعلى مستوياتها. أعلن مسؤول مكتب وزارة الصحة بإقليم القاشبركة الدكتور حيلون كيداني بأن المكتب يعمل على إعادة التنظيم لتعزيز إسهامات وفعاليات الكادر الصحي بإقليم القاشبركة وتقديم خدمات صحية ناجعة وتقوية الجودة. وفي اللقاء الذي انتظم في مدينة بارونتو لتقييم تطور البرامج الموضوعة، ذكر الدكتور حيلون ضرورة الاستعداد المسبق للوقاية من الأمراض التي يمكن أن تظهر مع موسم الخريف، داعيا كافة المهنيين الصحيين للقيام بالمتابعة اللازمة والإبلاغ الفوري في حال ظهور الأمراض. وذكر الدكتور حيلوم على ضرورة منح اهتمام أكبر لتوزيع أو لتعزيز وعي المجتمع، وخاصة في الأمراض الناجمة من المستنقعات المائية، مناشدا المهنيين الصحيين لإعطاء الاهتمام لخطورة الأمراض غير المعدية. وقدم في الاجتماع شرحا مسهبا حول الأنشطة المنتظمة خلال الستة أشهر الماضية ونتائجها المتمثلة في السيطرة على الملاريا وتعزيز الصحة البيئية الأهلية والرعاية الأساسية للأمومة والطفولة والسيطرة على الأمراض غير المعدية وخدمات الصيدلة وغيرها. كما أوضح الدكتور الجهود والمساعي المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات بارنتو وأقردات وتسني ونتائجها. وفي الختام، قدم مسؤول مكتب وزارة الصحة بإقليم القاشبركة الدكتور حيلون كيداني توضيحا مفصلا حول البرامج الموضوعة للتنفيذ خلال النصف السنوي الثاني، مناشدا المهنيين الصحيين وغيرهم من الأعضاء ببذل الجهد لتنفيذ برامج القسم. تنظم في مديرية حلحل أنشطة تنموية أهلية فعالة لصيانة الطرق المنجرفة وإصلاح الأراضي المعرضة للإنجراف. أوضح السيد حامد محمد علي مدير مديرية حلحل بأن النفير يهدف إلى صيانة طرق حلحل كركبت وملبس وراهي وقرطة ماء أوالد والتي جرفتها سيول، وبناء الحواجز المائية إضافة إلى غرس الشتول. وذكر بأن المهام المنتظمة في كافة الضواحي تبرز نتائجها في تعزيز الإنتاجية، موضحا بأن ترسيخها كثقافة أمر ضروري. هذا وقد أنجز حتى الآن في إطار المهام الجارية بشكل يومي صيانة طريق بطول 43 كيلومترا وغرس حوالي 12,000 شتلة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن مسؤول في الهند فقدان 11 شخص جراء الفيضانات أثناء قيامهم بنزهة قرب أحد الشلالات بولاية ماديا براديش وسط البلاد. وذكرت الشبكة الإخبارية أنه تم إنقاذ 7 أشخاص، فيما لا يزال 30 آخرون عالقين وسط صخور أحد الأنهار، مشيرة إلى أن مستوى المياه في النهر زاد بصورة مفاجئة بسبب الأمطار الموسمية بالمنطقة. وكان 43 شخصا قد لاقوا مصرعهم حتى الآن جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا، حيث قمرت القرى ودمرت المنازل وتم تعليق الرحلات الجوية. في غضون ذلك أعلن حاكم ولاية نيويورك حالة الطوارئ في الولاية بعد أن اجتاحت السيول العارمة والفيضانات عددا من الجسور وأغرقت السيارات وعربات النقل وسدت الطرق. وذكرت السلطات الأمريكية أن فرق الإسعاف والطوارئ قامت بإنقاذ أكثر من 50 شخص حاصرت المياه منازلهم. قالت الحكومة الكندية أنها تسعى لحظر استخدام نوعين من المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة لصلتها بموت حشرات مائية ونحل، وذلك في انتصار لدعاة البيئة وفي أحدث انتكاسة لشركات بيع المبيدات.
قال الجهاز المعني بمكافحة الحشرات بقطاع الصحة في كندا أنه سيوقف استخدام هذين النوعين من المبيدات خارج المباني خلال فترة ما بين 3 و5 سنوات. وأثبت بحث أن هذين النوعين بدرجة تركيز تكفي للإضرار بالحشرات المائية التي تتغذى عليها الأسماك والطيور. كما أشارت الأبحاث إلى أنهما يمثلان خطرا على نحل العسل. ويستخدم المبيدان على نطاق واسع في حماية محاصيل الذرة وفول الصويا والكانولا من الحشرات. ويخضع هذا الإجراء الذي اتخذته السلطات الصحية في كندا للمراجعة خلال فترة تمتد إلى 90 يوما طبقا للدستور قبل أن يصبح نهائيا في أواخر 2019. حطم السباح البريطاني روس ألي الرقم القياسي العالمي لأطول فترة سباحة في المياه المفتوحة بعدما قضى 74 يوما في البحر أثناء محاولاته للسباحة حول بريطانيا. والرقم القياسي الجديد الذي يحتاج إلى توثيق من سلطات السباحة في المياه المفتوحة يتفوق على الرقم السابق وهو 73 يوم، والمسجل باسم الفرنسي بينوا ليكومت عندما قام بالسباحة في أنحاء المحيط الأطلسي عام 1998. وانطلق السباح البريطاني البالغ من العمر 32 عاما من ماركيت في كنت يوم الأول من يونيو، ولا يزال أمامه 900 ميل ليكمل الرحلة حول الساحل وطولها 1000 ميل. قال لي الذي يسبح ل6 ساعات متواصلة ويستريح مثلها أن السباحة أثناء الليل وقناديل البحر أصعب العراقيل التي يتعين عليه التقلب عليها. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.